السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي كريب بالكفته اللي كيجيو غزالين وساهلين. نخليكم مع المقادير. نبداو على بركه الله. عندنا 500 غرام ديال الكفته، بصله كبيره مشلضه، 100 غرام ديال الشامبينيون اللي قطعته رقيق، نسيترو ديال الحليب، صوص صوجا، 250 غرام ديال الطحين، 3 د البيضات و3 د الفرماجات مثلثين، 200 غرام ديال الفرماج حمر، كاس كبير ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الثومه ومعلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال التحميره ونص معلقه ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال الربيع. وندوزو نحضروا الحشوه. غادي ناخذ مقله ونديروا فيها شويه ديال الزيت، تقريبا شي نص كاس، ونزيدوا عليها البصله ونخليوها تشحر. نزيدوا عليها الشامبينيون ونقصوا شويه البوطه مع كيبقى كيطرطق وكيطرى. ندير معلقه كبيره ديال صوص صوجا. انا عندي هنا صوص صوجا خفيفه، وإلا كانت عندك ثقيله ديري غير معلقه صغيره. غادي نزيدو الثومه ونخليو البصله تشحر مزيان. نبداو نزيدو في التوابل كاملين. انا هنا ديما كنخلي التوابل حتى كتشحر لنا البصله باش ما كتحرقوش. من بعد ما تشحرت لنا البصله مزيان غادي نزيد الكفته ونبقى نحرك مزيان باش ما كتكورش لينا. وهنا طابت عندي الكفته كامله مزيان. غادي نطفي عليها البوطه ونزيد 3 الفرماجات مثلثين ونحرك، وخاصها تكون الكفته مازال سخونه باش كيذوب لنا داك الفرماج. ونخليوها تبرد نوجدوا لاباط ديال لي كريب. غادي ناخذ واحد الزلافه كبيره، نديروا فيها 3 البيضات وشويه ديال الملحه ونخلطوهم. كنخلطوهمش بزاف حتى البيض كيولي داير لنا الرغوه. كنزيدوا عليهم السيترو ديال الحليب وكنخلطوا. كنبقاو نزيدوا الطحين بشويه بشويه، ما كيكونش عندنا القوام خاطر وما كيكونش جاري يعني، ما بين وبين باش كيجيو خفافين. ما كتجيش الكريبه ثقيله. هنايا خدات ليا واحد 220 غرام ديال الطحين، تقريبا ما يعادل 2 الكيسان ديال العنبه وربع. غادي ناخذ زلافه اخرى وغادي نصفيها فيها داك القوام كامل باش ما يبقاش لنا داك الطحين مكور. ونزيد معاهم نص كاس ديال الزيت ومعاه شويه ديال زيت الزيتون كيعطي واحد المذاق زوين، والربيع، ونص معلقه تقريبا ديال الابزار. كنخلطوهم وكنخليه يرتاح. دابا غادي نوجدو البيشاميل. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ونزيد عليها معلقه كبيره ونص ديال الطحين ونسيطرو ديال الحليب. انا هنايا كنخوي كلشي مع بعضياتو وكنحطهم فوق البوطه مع التحريك. كنبقى نحرك باش ما كيحرقش لينا وكيعطينا الطيبه ديال الحراق فيه. ها هو هنايا بدا كيختار. كنبقى نحرك، ما كنحبش يدي على التحراك باش ما يلصقش. ما كيكونش خاطر بزاف وما كيكونش خفيف. صافي من بعد ما طاب لينا هاد البيشاميل غادي نصفيه ونزيد عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وإلا كانت الكوزه حتى هي تزيدوها شويه محكوكه. غنخليه يبرد على بيد ما طيبت لي بات ديال لي كريب ديالي.
من بعد ما ارتاح لينا هنايا لاباط ديال لي كريب، غادي نبدا نطيب فيهم. خديت مقله ما دهنتها لا بزيت لا بزبده، وبقيت كنخوي تقريبا مغرفه ماشي كبيره وماشي صغيره، موين. وما كنخليهمش حتى كيتحمروا ولا كيتحرقوا باش ما كيجيوناش قاصحين. شفتوا ما كتحمرش بزاف، وكنقلبوها على الجهه الاخرى. كتاخذ لينا غير شويه ديال الطياب في الجهه الاخرى صافي. وكنحيدوها من فوق البوطه، كنحطوهم في شي طبسيل. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غنبقى هنايا تنكمل كلشي اللي عندي، وندوز نلوي معكم لي كريب بطريقه سهله وزوينه. من بعد ما طيبت الكريب ديالي كاملين، غادي نبدا نستفهم بحال هكا. ندير البيشاميل نسرحها، كيعطي واحد المذاق زوين. هو اللي غادي يخلي لنا داك الكريب بحال اللي غيلصقهم مع بعضياتهم، مابقاوش شادين في بعضياتهم باش ما كيتحلوش لينا. غادي ناخذ الكفته وغادي نسرحها كامله. انا من هنا قبل كنت وجدت وحده وحطيتها في الكونجيلاتور باش تشد في راسها مزيان. ملي نجي نقطعها ما تحلش وما تفرتتش ليا. صافي انا سرحت الكفته كامله. غادي ندير الفرomاج الاحمر ونبدا نلوي، كنزير باش ما كيتحلوش. صافي غادي نحطهم في واحد البلاطو ونديرهم في الكونجيلاتور يبردوا. خصهم ضروري تجمد شويه باش تشد في راسها، باش ملي كنكون كنقطع ما كتحلش. ملي جمدات ليا الاولى غادي نبدا نقطع فيها. وانتم كما كتشوفوا ما كتفرتش، كتبقى شاده في راسها. وكيخرجوا لنا واحد الكميه كبيره اكثر من اللي كل غتلوي بالوحده بالوحده. بامكانك تحتفظي عليهم في الكونجيلاتور، ما كتجرى لهم حتى شي حاجه. نبدا نحط في اللاطه. صافي انا كملت التقطاع ديالي كامل. غادي نزوقهم بفرomاج والخشخاش. هذاك ماشي ضروري، ولكن غير باش نزوقهم وصافي. وغندخلهم للفران يذوب داك الفرomاج، وهما كيطلقوا ما كيبقاوش باردين. من بعد ما طابوا هنايا هما كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. كنتمنى تجربوهم وتجاوبوني في لي كومونتير كيف جاوكم. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو